لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفاة الفنانة المصرية شريفة ماهر بعد الصراع مع المرض. غيب الموت الفنانة المصرية شريفة ماهر مساء اليوم السبت عن عمر ناهز 92 عاما، وذلك بعد الصراع مع المرض وتعرضها إلى وعكة صحية قبل أيام، ولم يكتب لها النجاة منها. وأعلن حليم ابن الراحلة عن الأمر بعد حسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعدما كتب قائلا: توفت إلى رحمة الله تعالى أمي الحاجة شريفة ماهر، أرجو الدعاء لوالدتي بالرحمة والمغفرة. حليم أعلن خلال الأيام الماضية عن تعرض والدته إلى وعكة صحية كبيرة، وطالب من الجمهور الدعاء لها، وكان نشر أغنية سجلها بصوته أهداها إلى والدته. وأكثر من 45 عملا فنيا شريفة ماهر موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وقدمت بعض الأغاني في مشوارها الفني. ولدت في عام 1932 بحي حلوان في القاهرة، وقدمت خلال مسيرتها أكثر من 45 عملا فنيا. ومن أبرز أعمالها التي شاركت فيها فيلم المصير مع الراحل يوسف شاهين، وفيلم رابعة العدوية، وذلك في فيلم رحمة الدموع، وعدد آخر من الأفلام السينمائية. وفي السنوات الأخيرة أعلنت شريفة ماهر اعتزالها الفني وابتعدت عنه، وفي أكثر ما لقاء التلفزيوني شهدت على كونها ابتعدت عن التمثيل وأدت فريضة الحج. ويظل التاريخ الحقيقي لمواليد الراحلة محل جدلا بعدما تم تدوينه على كونها ولدت في سبتمبر عام 1932، لكنها ذكرت في لقاء صحفي سابق أنها من مواليد عام 1939 على عكس ما تداول في الآونة الأخيرة. والبقاء لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.